سلام خوتي، اللي راح نتكلموا على المغرب وعلى الكولسة وعلى التصرفات الشرعية والغير شرعية التي قامت بها المغرب من أجل الفوز بكأس إفريقيا، والتي لم تكن من نصيبها في الأخير للأسف. آه، المغرب بدأت بعدة تجاوزات، منها تجاوزات تنظيمية، حتى القرعة بدأت بقرعة مشبوهة وصنفت نفسها مع الفرق التي تلعب مع ثالث ترتيب. المغرب دخلت مباشرة في صلب الموضوع، أخذت ضربة جزاء غير شرعية ضد تنزانيا، وهذا ما لاحظناه. مدرب تنزانيا قال لهم يا خوتي على لماذا لم تعودوا على الأقل إلى الفار، طالب بمطلب شرعي وصغير والذي هو قال لهم خوتي رجعوا لنا للفار، الفار يتأكد الحكم على الأقل، يتأكد ويشوف واش كاين. وتعاودت هذه الحكاية في عدة مقابلات، تعاودت أيضا في مباراة الكاميرون حين تم أركلة مبويمو، ونفس الشيء لا فار ولا حديد ولا عين رأت للحكم. أبو تريكة تكلم على قضية الكاميرون، مباراة الكاميرون تكلم عليها أبو تريكة كثيرا، قال لهم 4 حالات تتوجب العودة إلى الفار ولكن الحكم لم يحرك ساكنا، وهذه أمور مشبوهة. أيضا تجاوزات من طرف البلد المنظف اللي هو المغرب، تكلم عليها مدرب السنغال، قال لهم بلي احنا ما وفرولناش الاجواء المناسبه باش نلعبوا. نفس الشيء حصل مع الجزائر، شفنا مباراه الجزائر في الدقائق الاولى ضربه جزاء للجزائر لمست يد مدافع نيجيريا، ولكن ما كانش الفار وحتى الاعاده خطي. المثير للانتباه في هذه الكان انه حتى الاعاده لم تكن موجوده في للفرق المنافسة للمغرب، وحتى الفرق المهددة لها مستقبلا كما يقولوا. لاحظنا أيضا ضد السنغال أنه السنغال ضد مصر، نعم، 3 بطاقات صفراء في المباراة. لمن هذه البطاقات؟ بطاقات منحت للاعبين الذين يملكون مسبقا بطاقة صفراء ومهددون بالإقصاء من النهائي، وبالفعل هذا ما حصل وتم إقصاؤهم من النهائي، رغم أن البطولات الكبرى دائما ما يتم إلغاء هذه البطاقات ليكون النهائي جميل. نعم، أهم مباراة في البطولات تكون جميلة وتكون كلا الفريقين جاهزين أتم الجاهزية لإعطاء صيغة جمالية للنهائي، لا عكس المغرب التي رأينا أنها كانت تتعمد الكولة. المثير للدهشة إخواني حتى مناشف دارت ضجة إعلامية كبرى في العالم. تخيل حارس المرمى مندي قال لهم خاوتي أنا مناشف هادو كانت الأمطار تتساقط، قال لهم أنا مناشف نشف يديا، نمسح يديا، نمسح القفازات لكي لا البالون الكرة لكي لا تهرب من يديه. قال هذا فقط. رأينا السيباري يحرس، الحارس الثاني يحرس المنشفة، السيباري يحاول انتزاعها منه. لاحظنا جميع الكرات في مناوشة مع حارس المرمى وأسقطوه أرضا، يعني مشاهد. وكما يقولوا المدرب السنغال في لقطة النهائي الشهيرة، مدرب السنغال هي تراكمات، المدرب عاش ضغطا رهيبا سواء خارج الملعب وحتى داخله. المدرب طلب على الأقل بالعودة إلى الفار في هدف السنغال الذي سجلته في الدقائق الأخيرة، ولكن الحكم أشار مباشرة إلى خطأ، لم يذهب حتى إلى الفار، وبعدها أعطى ضربة جزاء للمغرب. هذا أمر واضح خوتي، المدرب راح ينفعل، اللاعبين انفعلوا، الحارس انفعل، الجميع انفعل، حتى بلدان القارة والعالم شاف الظلم التحكيمي. كيف لمنتخب السنغال ألا يعود إلى الفار، أما فيما يخص المغرب ذهب مباشرة إلى الفار ومنحهم ضربة جزاء، ورأينا البقية. وتوج المغرب توج عفوا السنغال بسيناريو دراماتيكي. ولاحظنا أيضا موقف ساديو ماني الذي قال لهم لعبوا مثل الرجال، وبالفعل لعبوا مثل الرجال وحملوا الكأس، ويستاهلها ماني الخلوق، ماني فخر المسلمين ما شاء الله، سواء داخل الملعب أو خارجه. وشكرا.